بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي المشاهدين وحلقة جديدة مع ميديا سبورت. طبعا عايز في البداية أقول ألف مبروك للثلاثي المصري امبي زمالك أهلي بالترتيب كده بترتيب الصعود. امبي صعد يوم السبت، زمالك صعد قبل الأهلي بحوالي نص ساعة كده، ساعة إلا ربع، وامبارح بعد ما فاز أو بعد رغم خسارته من أفريقيا سبورت 2-1. امبي كان فاز على ليديا أكاديميك 4-1 زي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي. ده الهدف الاول اللي احرزه احمد عبد الظاهر، واحد من اجمل الاهداف بصراحه، هدف رائع. واحمد عبد الظاهر بصراحه من اللعيبه الجيده جدا، اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس، اللعيب اللي العين عليه في منتخب مصر، موجود في منتخب مصر بشكل كويس، فهو لعيب بصراحه مميز. وبعد كده احرز احمد رؤوف 3 أهداف متتاليه لامبي، وكان هاتريك في هذه المباراه احمد رؤوف. ده الهدف الثاني الامبي اللي سجله احمد رؤوف، وكان الهدف الثاني، وبعد كده احرز الثالث، وفي الشوط الثاني احرز الرابع، وبعد كده ليديا اكاديميك احرز الهدف الوحيد ليه. هدف يعني زي ما كده شرف كده، مجرد انه جه مصر ولعب مباراه في دوري في الكونفدراليه الافريقيه، لكن هو فريق ضعيف طبعا. امبي اقوى بكتير، امبي احسن بكتير، امبي يستحق الصعود. بناء على ذلك امبي هيلاعب سيركل باماكو بطل مالي في الدور التالي، دور ال16 ان شاء الله. اول مباراه الامبي هتكون في القاهره، اول مباراه الامبي هتكون في القاهره ايام 27 28 29 من شهر ابريل. هي دي في نفس التوقيتات هتبقى مباراه الاهلي والزمالك. اتحدد طرف امبي خلاص، هو سيركل باماكو بطل مالي. الطرف اللي هيلاعب نادي الزمالك هو نادي المغرب الفاسي المغربي، اللي فاز 3-0 امبارح على حرية كوناكري بطل غينيا، وكان في اللقاء الأول في كوناكري في غينيا اتعادل 1-1، فبالتالي الزمالك سيلتقي مع المغرب الفاسي. النادي الأهلي هيلاعب الفائز من الملعب المالي إن شاء الله، ومن بطل تشاد. المباراة الأولى كانت 0-0، يعني الأقرب هو الملعب المالي اللي هيواجه النادي الأهلي، لكن هذه المباراة هتتلعب يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله. المباراة دي لسه ما اتلعبتش، هتلعب يوم الأربعاء، وهذا هو الفريق الأقرب لمواجهة النادي الأهلي. ده الهدف الأول اللي أحرزه نجم مباراة أمس جونيور امبارح. لاعب هايل، لعيب كويس جدا، لعيب متحرك جدا، لعيب أنا من وجهة نظري إن جونيور لو في دوري وياخد 3 4 5 ماتشات متتاليه، اتفرجوا على جونيور، ده هيبقى حاجه رائعه. وكل الذين انتقدوا جونيور وكل الناس اللي قعدت يعني قطعت في الراجل تقطيع، ما حدش اتقطعه قبليه غير فلافيو، يعني اللي اتقطع كده التقطيع ده كله ده فلافيو، بعد كده على طول كان جونيور. لكن بصراحه امبارح أدى بشكل كويس قوي، وكان لعيب يعني تحس انه عنده بيلعب بقلب، لعيب بيتحرك، لعيب هايل. الجول الثالث ده الهدف الثاني وركله الجزاء اللي خدها شوقي وسجل منها تريكا، لكن الجول الثالث رقصنا كلنا. يعني تلاحظ ان جونيور رقصنا كلنا قلنا ساعه ما متعب حط له الكوره كلنا قلنا انه هيشوط في الجول، اسف شديد قناوي هيشوط في الجول، لكن هو عملها بالعرض لمحمد ابو تريكا وقدر انه يسجل الهدف الثالث تريكا، ويفوز النادي الاهلي 3-0، برغم ان النادي الاهلي شوطين متباينين. شوط سيء الشوط الاول، شوط سيء بمعنى كلمه سيء، يعني مش النادي الاهلي خالص. الشوط الثاني احسن كتير، اداء وروح وشغل كويس جدا في الشوط الثاني. كده النادي الاهلي بيصعد لدور ال16. وبيني وبينكم برغم الظروف اللي بنمر بيها في مصر، اللي اهو ده الهدف الثالث اللي بقول لكم عليه. يعني بصوا احمد شديد، بصوا تحرك جونيور، كله قال هيشوط، لكن العرضيه دي هي الجول، وتريكا على طول ما كدبش خبر زي ما بنقول. لكن بصراحه هو هدف من الاهداف الجميله جدا. وجونيور واضح زي ما بقول لكم ان هو لو بس الراجل فيه كوره في مصر، فيه ماتشات متتاليه بس مباريات رسميه، اعتقد ان جونيور يعني هيكون حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي، ويبقى صفقه جيده جدا رغم ما حظى به من انتقادات يعني غير طبيعي. ما حدش خد الانتقادات دي كلها، سواء بقى من في تلفزيونات او سواء في صحافه، غير فلافيو.
وبعد كده فلافيو اصبح احسن افريقي يعتبر جه مصر، زيه زي مثلا كوارشي في الزمالك. يعني كوارشي طبعا الانجازات واللي عمله مع نادي الزمالك، وامادو فلافيو مع النادي الاهلي في ال4 سنين ونص اللي لعبها في النادي الاهلي. بكده اعتقد يعني، لكن جونيور محتاج مباريات اكتر. هتلاقوا لعيب هايل بصراحه. ده بالنسبه لي النادي الاهلي. وبكده برغم زي ما بقول كل الظروف اللي مرينا بيها في مصر، والا ان الثلاثي المصري او الفرسان الثلاثه ما كدبوش، كانوا عند حسن الظن. ربنا يا رب يكرم الدور اللي جاي كمان. شيء جيد جدا ان احنا نستمر، شيء جيد جدا ان احنا نبقى في البطولات الافريقيه، شيء اروع لمنتخبنا الوطني ان يفضل الاهلي والزمالك وامبي موجودين. كل دي حاجات كويسه قوي. حتى صورتنا بره، شوفوا برغم الظروف اللي بنمر بيها الا اننا مستمرين وموجودين. معنى كده ان احنا عندنا خامات وعندنا لعيبه وعندنا مدربين وعندنا. اتمنى ان شاء الله في دور ال16 اللي هو هيبقى ايام 27 28 29 ابريل للثلاثه، ان شاء الله يعني المجلس الاعلى للقوات المسلحه والداخليه يبقى ان شاء الله الماتشات بجمهور. ان شاء الله تبقى الماتشات بجمهور، هذا ما نتمناه. هذه الماتشات تبقى بجمهور، والله ما هيحصل حاجه ان شاء الله. لان في ميزه، لو ماتش الزمالك مع المغرب الفاسي هو طرف واحد، هو جمهور الزمالك. الاهلي مع بطل مالي هو طرف واحد، جمهور النادي الاهلي. مش ممكن جمهور النادي الاهلي هيضرب جمهور النادي الاهلي، او مش ممكن جمهور الزمالك هيضرب جمهور الزمالك. هتيجي ازاي؟ مش هتيجي، يعني مفيش طرفين. فاعتقد انها هتبقى حلوه قوي وهتبقى مهمه جدا للعيبه. امبارح لو لاحظتوا كلكم انتوا قاعدين سامعين اللعيبه بتندى على بعض، ممله قوي بيني وبينك. حاجه الجهاز الفني مانويل جوزيه لما كان في الشوط الاول بيقوم يزعق ويشوح والكلام ده كله ومتضايق من الاداء، احنا سامعينه وهس كده يعني مش عارف، يعني مفيش استمتاع. فبالتالي اتمنى ان شاء الله، ومن دلوقتي ما نستناش بقى ايه زي ما حصل في ماتش الاهلي والبن ونفضل لغايه اخر لحظه والداخليه وافقت والداخليه ما وافقتش والوزير رافض ومدير الامن بيقول لا لا لا. من دلوقتي احنا عارفين مواعيد الماتشات، والحمد لله صعدنا زمالك واهلي وامبي. مواعيد الماتشات من 27 28 29. اول مباراه هتبقى الامبي يوم 27، امبي تقريبا هيحدد يوم 27 اللي هو هيبقى الجمعه. نجهز من دلوقتي، امبي يشتغل من دلوقتي، الزمالك يشتغل من دلوقتي، الاهلي يشتغل من دلوقتي، بحيث ان احنا ان شاء الله يبقى الامور فيها استقرار وفيها هدوء كده، وان شاء الله الماتشات تتلعب بجمهور. حتى لو زي ما قلنا على الاقل يبقى في مثلا 5000 زملكاوي 5000 اهلاوي في كل مباراه على الاقل. لكن شغل الهس ده بيني وبينكم ما ينفعش، بالذات لما تلعب فرق تقيله. الزمالك يلعب المغرب الفاسي، فرقه كويسه. جمهور الزمالك هيروح يلعب في المغرب هناك، لا الجمهور المغربي الجمهور يوقف اللعيبه على رجليها يعني، ونفس الوقت ياثر على لعيبه الزمالك. فبالتالي احنا عايزين نفس القصه تبقى هنا، فعايزين ان شاء الله تبقى التعامل بالمثل باذن الله تعالى، ونبتدي نتحرك من دلوقتي على اساس ان الامور تبقى ان شاء الله بجماهير. وزي ما بقول لكم هو طرف واحد، مفيش طرفين في هذه المباريات خالص. فنتمنى ان شاء الله ان المسؤولين سواء في الاهلي او في الزمالك او في امبي يتحركوا من دلوقتي، على خصوصا الاهلي والزمالك طبعا، على اساس ما نبقاش قاعدين للحظه الاخيره. مفيش موافقات، في موافقات. الاتحاد الافريقي هيدينا ساعتين زياده، هيدينا ربع ساعه زياده. مش عايزين نخش في القصه دي تاني، نتحرك فيها من دلوقتي عشان نظبط كل الامور. النادي الاهلي اجازه 3 ايام. مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي اداهم اجازه، سافر للبرتغال يحتفل بعيد ميلاده. كل سنه وهو طيب. واحد من اعظم المدربين اللي حطت رجليها مصر، لا جدال. الارقام والنتائج هي اللي بتقول كده، مش انا اللي بقول كده. نتائجه وارقامه وبطولاته وانجازاته مع النادي الاهلي هي اللي بتقول كده. واحد هتبص يقول لك يا عم مش لوحده، ما احنا عارفين مش لوحده، مفيش حد بينجح لوحده. ما كانتش منظومه اداريه على اعلى مستوى، ما كانش جهاز فني على اعلى مستوى، ما كانش لعيبه على اعلى مستوى، مفيش نجاح. خلي اي طرف من الثلاثه دول يختل ولا حاجه. فلازم الناس تفهم ان القصه تعاون مشترك، لكن الميزه الاكبر هي الهدوء اللي ماشيه بيه العمليه، التفاهم اللي ماشيه بيه العمليه، الحب الشديد من اللعيبه للراجل، ونفس الشيء بيبادلهم نفس الشعور. حب الجمهور لمانويل جوزيه دي قصه لوحدها، ده قصه غراميه غير طبيعيه. القصه الغراميه اللي بتجمع بين جوزيه وجمهور النادي الاهلي.
ما شفتوش الكلام ده في حياتي ولا في اوروبا ولا في غيره ولا في اي حته، ان جمهور بيحب مدرب بهذه الطريقه، جمهور متعلق بالمدرب بهذه الطريقه. المدرب اذكى كمان وذكي جدا، لما بيحصل اي ظرف معين بص تلاقيه بيتفاعل مع الجمهور، وهو ده سر مانويل جوزيه، وده سر عبقريه مانويل جوزيه. سيبنا من الملعب، انا بتكلم على حب الناس ليه، حب الجمهور ليه، تعلق الناس ليه. الناس بيني وبينكم بتبلع له الزلط مهما حصل، ما حصل مش يعني اخفاقات وحصل نتائج، لكن الجمهور بيبلع له الزلط زي ما بنقول باللغه العاميه. ما هو ده حب. شفتوا ساعه العوده الاخيره لما جه، شوفوا الاستقبال، شوفوا الالاف اللي راحت وقفت في مطار القاهره في انتظار مانويل جوزيه. طبعا دي حاجه بتاعت ربنا ما حدش عارف يتدخل فيها، دي الحب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. احنا من هنا من برنامجنا ميديا سبورت كمان بنقول لمانويل جوزيه كل سنه وهو طيب. يعني تعليقا بس بسيط على التهنئه اللي عملناها لجوزيه، هي اللحظه اللي بقول لكم عليها من الحاجات الكتيره اللي حصلت، هي اللي اول مباراه للاهلي بعد وفاه احد شباب جمهور النادي الاهلي المهندس محمد مصطفى، صلى الله يرحمه ويرحم كل ضحايا مصر كلهم. مش هتكلم على بتوع اللي حصل في بورسعيد، لا في كل مصر، ربنا يرحمهم جميعا ويرحمنا ان شاء الله. محمد مصطفى رحمه الله عليه، لما تشوفوا الراجل عمل ايه، ما كان ممكن ينزل بالبدله بتاعته عادي جدا ويروح يقعد على الدكه وكلام من ده، لا نازل لابس تي شيرت عليه صورته والجهاز الفني، اهي الصوره قدامكم، والجهاز الفني كان شرحه. لو كنا بعيد عن الماتيريال ده، لو الماتيريال الاصلي كله كنت هتشوفوا كابتن احمد ناجي، بيدرو، فيدالكو، كلهم كانوا لابسين نفس التيشيرت. شايفين كابتن احمد ناجي جاي من بعيد اهو لابس نفس التيشيرت. فانا اقصد اقول نقطه محدده، الراجل عنده تفاعل غير طبيعي مع الجمهور، وفي نفس الوقت الجمهور بيبادلوا نفس الشعور. زي ما بقول لكم، ما هو عادي جدا ان هو ممكن يخش عادي الملعب ما فيش اي مشكله، يروح للجمهور يحييه وبتاع، لكن هو عنده ذكاء غير طبيعي، ذكاء غير طبيعي. هو يعني عنده ذكاء جيد جدا مانويل جوزيه، وبالتالي بيبقى في الصداره على مر التاريخ في النادي الاهلي، انه اكثر المدربين علاقة وحبا وعشقا. زي ما بقول لكم، هي قصة غرامية فظيعة اللي بتجمع ما بين مانويل جوزيه وجمهور النادي الأهلي. دي نفس الموضوع زي ما بحكي لكم برضو تاني. بص هو هيعمل ايه، ما هو دي قصص الناس لازم بتقدر الكلام ده، والناس لازم بتفهم الكلام ده، بتفهم قد ايه مدربهم. القصه مش قصه مدرب بينزل يكسب ماتش وبيجيب لهم بطوله وخلاص، هو عنده القصه مختلفه شويه. يعني عند مانويل جوزيه قصه مختلفه شويه. والله برضه وحشنا المنظر ده، يعني المنظر ده برضه وحشنا، نفسنا المنظر ده بقى يرجع تاني. كفايه بقى بعد عن الكره المصريه بقى، يعني نفسنا دي ترجع، بس هرجع واقولها تاني وتالت وعاشر، ما كانتش ترجع باصولها وبادبها، وبشيء من الاحترام وبالشيء شكله حلو. لا بلاها، نفضل قاعدين كده هنتجنن عليها ماشي، لكن احنا اهم حاجه انها ترجع بشكل تاني خالص. كفايه كل السنين اللي فاتت دي والعك اللي كان موجود فيها، عايزينها ترجع بشكل حلو، ترجع الكوره بشكل جميل، بناس في المدرجات كده تنور المدرجات كده بأدب وبأخلاق وبحب.
في نفس الشيء احنا نفسنا نتغير احنا كمان، كل المنظومه تتغير بقى كده عشان نبدا زي ما نقول على صفحه جديده، على شكل جديد. قد ايه امبارح المكالمه اللي كانت مع كريم عادل في نهايه ملعب الاهلي اللي عملتها معاه امبارح واتكلم معانا فيها، كان شيء جيد جدا منهم. بغض النظر انا قلت لكم انا مش مع يعني ماليش اتجاه معين، سواء مثلا مع اعتصام او سواء مع غير اعتصام. انا كل اللي يهمني شيء واحد فقط، هو كفايه دم. مش عايزين دم، مش عايزين، ده اللي يهمني، اني مش عايز واحد بس نقطه دم تنزل من ايده او نقطه دم تنزل من وش واحد. ده اللي يهمني انا شخصيا، ده اهم شيء عندي، ان كفايه 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 كفايه. لكن هم كانوا عند حسن الظن بادبهم وباحترامهم وبسلوكهم. فعلا ما جيناش في يوم على مدى تقريبا حوالي 14 يوم ما حصلش في يوم سمعنا فيه خناقات، ما سمعناش في يوم ان في قله ادب. انا اسف في اللفظ، كان هناك ضوابط محدده، ممنوع بنات تبات، ممنوع بنات تبقى موجوده بتشرب سجاير. انا بقول لكم على الكلام اللي كان بيحصل. ممنوع البنات ممنوع تقعد اكتر من الساعه 9، لازم تمشي، مفيش حاجه اسمها بنت تقعد بعد الساعه 9. كانوا عاملين ضوابط وشيء محترم جدا. برغم ان هم هوجموا، يتهاجموا ما يتهاجموش، دي مش يعني انا مش بتاعتي. كل واحد له رايه وكل واحد ليه حريه في رايه يقول اللي يقوله. لكن انا بتكلم على الحاجات لان انا ليا وجهه نظر مختلفه غير الناس اللي يقعد يقول لك هم نزلوا ليه. طب هم انا ماليش دعوه بالقصه دي برضه. انا اللي يهمني شيء واحد، ان هم عملوا حاجات محترمه جدا امبارح. بعد ما حصلت المكالمه بيني وبين كريم، فوجئت لقيت الشباب امبارح اللي كانوا معتصمين لموا الخيم، نظفوا مكانهم. كان منظر امبارح شيء جميل جدا. لما الماتيريال جه، الماده المصوره جت وكده وتابعناها، واقفين بيكنسوا، واقفين بينظفوا، بيشيلوا، اسف في اللفظ يعني، الزباله، بيشيلوا الحاجات، بيلموها في اكياس. يعني حاجه كويسه وحاجه محترمه جدا جدا جدا. لكن عجبني جدا كريم عادل لما قال كلمه: عندنا اخطاء وده شيء طيب، هنحاول ان احنا نصلحها الفتره اللي جايه. وده شيء رائع ان انت تعترف بخطأك، اقسم بالله ما هو عيب، شيء طيب وشيء محترم وتقدر عليه كمان. لما تطلع تقول انا اسف، انا غلطت، او ان انا كان عندي بعض الاخطاء واصلحها، ده شيء كويس. ما انتش يعني، ما احناش ملايكه، كلنا بنغلط. هتقولي مين يعني؟ مش عايز اقول اسماء يعني، مين؟ كله بيغلط. الوحيد اللي كان معصوم عليه الصلاه والسلام، بس هو الوحيد اللي كان معصوم. لكن كلنا بنخطأ. فبالتالي ان انا اعترف بخطئي مش عيب. اعترفوا باخطائهم وقالوا هنصلح الفتره الجايه، هتشوفوا شكل تاني، هتشوفوا روح مختلفه بيننا وبين الجماهير الاخرى، سواء جماهير نادي الزمالك، ولا على فكره كان بيجي لنا وبيقعد معانا جماهير من نادي الزمالك، وكان بيجي لنا جماهير من نادي الاسماعيلي، وكانت في روح طيبه جدا. قالوا هتشوفوا شكل تاني مختلف في الفتره اللي جايه، مش في التراس اهلاوي بس، ده في التراس اهلاوي وفي كل روابط الانديه. يا رب ده هذا ما نتمناه. وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هي تبقى فتره كويسه وفتره نتغير فيها كلنا. يعني اعتقد الدم اللي سال كفيل ان هو يغيرنا بقى، يعني كفيل ان هو يغيرنا كلنا، وتبقى العمليه بالنسبه لنا تختلف، سواء في مجال الاعلام، سواء احنا في مجال الاعلام. ما اناش هيتحط لي نشان لما اطلع اوقع بين اتنين، او اطلع هاجم زميل، او لا مش هيتحط لي نشان خالص. او زميل يطلع يرد عليا وانا جاي تاني يوم انا ارد عليه ونفضل. طب وانت كمشاهد ذنبك ايه؟ مش شايفها حاجه ان انا اطلع اعمل فيها يعني نجم، واطلع اهاجم رئيس النادي ده ورئيس النادي ده ورئيس النادي ده. انا كده ما بيهمنيش، انا كده جامد. سيبكم الكلام ده كله، ده الكلام ده احنا بنضحك بيه على بعض، ده كلام بنضحك بيه على بعض. واحد باحترامه وبأدبه وذوقه هو اللي يوصل للناس. لكن حته ان انا افضل اهاجم واعمل انا ما بيهمنيش، انا مش عارف ايه، لا سيبكم الكلام ده كله. فان شاء الله سواء بالتراس اهلاوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، محلاوي، اسكندراني، يا رب نفتح صفحه جديده ان شاء الله. وزي ما بقول لكم كفايه الدم اللي نزل. تعالوا بقى ايه للموضوع برضو المهم جدا. امبارح بعد ماتش الاهلي والزمالك وصعدوا والدنيا تمام، ريال مدريد، وكأن ريال مدريد عايز يخسر الدوري بايده. اعتقد امبارح مفيش حكام، هنقول بقى حكام والتحكيم. انت عايز تاخد الدوري خده بايدك، اكسب انت، مالكش دعوه ببرشلونه. برشلونه يكسب بالحكام، بالجمهور،
بالاتحاد الكوره، مع انهم ما عندهمش الكلام ده، انا بقول كده يعني اكسب انت ماتشاتك. امبارح ريال مدريد بيخسر نقطتين على ارضه وسط جمهوره، وبيصبح الفارق 4 نقاط فقط بينه وبين برشلونه. عمليه اتأزمت قوي في ماتش يوم 21 ابريل برشلونه ريال مدريد في الكامب نو، ملعب برشلونه يوم 21 ابريل، خلاص كلاسيكو على وشك. لو برشلونه كسب يبقى الفرق بونت، وهيبقى باقي ساعتها كام؟ 3 أسابيع. ايه بقى ممكن تحصل المفاجاه؟ تخيلوا بقى الفرق كان كام؟ ده الفرق كان 10 نقاط. من 10 نقاط فضلت بقى ايه؟ تعادل تعادل في تعادل في تعادل، ادي 6 طاروا بقى 4. وفي ماتش في الكامب نو، لو برشلونه عايز ياخد الدوري لازم يكسب الماتش ده، هيبقى اللعب كله على نقطه واحده لصالح ريال مدريد. فاعتقد ان الامور ممتعه في الدوري الاسباني. الجانب الاخر مانشستر يونايتد شبه حسم، خلاص شبه حسم القصه، كسب امبارح كوينز بارك رينجرز 2-0. على الجانب الاخر الارسنال ادى لمانشستر يونايتد هديه، غلب له مانشستر سيتي، الفرق اصبح 8 نقاط. كل سنه هم طيبين مانشستر سيتي، قعدوا فتره طويله قوي هم المتصدرين، لكن بيني وبينكم زي ما بيقول عصام الشوالي العبره بالخواتيم، والشاطر هو اللي بيقفل صح، هو اللي بيختم الموسم. تفضل الاول 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 وتيجي على اخر 5-6 اسابيع وتلاقي نفسك مفيش، خلاص هي دي. عشان كده بيبقى في فريق اسمه فريق بطوله، وفي فريق يفضل ينافس لكن مش فريق بطوله. هو ده اللي حصل السنه دي في الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد ده فريق بطولات، مانشستر سيتي نافس، لكن فين البطوله؟ جه بقى في وقت الجد، الوقت اللي انت بتفنش فيه الموسم ما قدرش، مش قادر، خلاص قصه انتهت، واصبح فرق 8 نقاط في الدوري الانجليزي بعد ما مانشستر سيتي كان متقدم بفارق 6 نقاط على مانشستر يونايتد. ده بالنسبه لي الاخبار بتاعه الدوري الاوروبي. برضو الدوري الاوروبي زي ما انتم عارفين ان اليوفي ركب الدوري الايطالي. الاسبوع اللي فات فيورنتينا عمل مفاجاه وغلب الميلان على ارضه وسط جمهوره 2-1. بعدها على طول اليوفي لاعب باليرمو وقدر انه يكسب 3-0، كسب 3-0 وقدر انه يصعد للمركز الاول بفارق نقطه واحده عن الميلان. يعني بالتالي المنافسه هتبقى رهيبه جدا بين الميلان وما بين اليوفي. عندنا بقى نشوف اخبار مباراه الاهلي مع البن الاثيوبي وصعود الاهلي لدور ال16 من خلال صحافتنا في مصر. نتابع مع بعض. المساء الأهلي أسعد جماهير الكرة المصرية بالثلاثية وبوتريكا آخر مزاج. الهرم المسائي الأهلي سكر زيادة هزم البن بثلاثية برازيلية مصرية وصعد لدور ال16 أبطال إفريقيا. تريكا يسجل مرتين وجبهة شديد حديد. الجمهورية الأهلي سكر زيادة والبن الأثيوبي سادة فاز بثلاثية نظيفة ولحق بالزمالك في دور ال16. المسا بيدرو بعد المباراة المشوار الإفريقي صعب ونحتاج للجمهور. أخبار الرياضة الأهلي يطحن البن والألترس يشجع أمام البرلمان. الأخبار جوزيه يحصل على إجازة 5 أيام للإطمئنان على أسرته. الشروق الأهلي يبدأ مفاوضاته التجديد لجوزيه بعد عودته من البرتغال. المدير الفني يرفض أجازة جونيور ودومينيك ويوافق على لحاق الدوليين بالفريق في السعودية. المسا جماهير الأهلي والزمالك من على المقاهي وحشتنا الكورة. الأخبار عبد الحفيظ ينفي لعب المباريات الإفريقية خارج مصر. أخبار الرياضة الأهلي كسبان الألتراس فرحان. هرم المسائي الألتراس يحقق أول المكاسب. مسيرة أمام مجلس الشعب تنتهي بمعاملة ضحايا بورسعيد شهداء للثورة. مصر اليوم الأهلي يستعين بفيديو لكشف الجبلاية أمام التظلمات ويرفض تبريرات فهيم. مصر اليوم جمعية قدامى الرياضيين تحتفي بالخطيب في نادي الشرطة. الشروق الخطيب بعد تكريمي من قدامى الرياضيين عشت لحظات عصيبة. أخبار الرياضة عودة الخطيب ترسم الابتسامات. النيل يشهد على صلابة بيبو. طبعا المنشطات معظمها الأهلي سكر زيادة والبن سادة وكلها خدت على إيه اسم النادي. لكن شوفوا عودة الكرة بدأت المانشيتات دايما المسا مميزة بالمانشيتات اللي فيها سجع واللي فيها حاجات يعني الجمهورية. الكلام ده وحشنا يا جماعة، والله العظيم أنا بكلمكم بجد. يعني
كنا بنقعد نتريق ونقعد نقول يا عم احنا عندنا كوره، انتوا بتسموا الكوره بتاعتنا دي كوره، بس هي وحشتنا. شوف وحشانا ازاي. يعني قد ايه عايزين الكوره ترجع تاني، قد ايه عايزين نرجع للمنافسه تاني، وعايزين نرجع بقى ده الاول وده التاني، وده عنده المحله الاسبوع الجاي، وده هيطلع مش عارف المقاولين. الجو ده كان جميل وكان حلو اتحرمنا منه. بس زي ما بقول لكم لعله خير ان شاء الله، يعني لعله خير يكون الفتره دي عرفنا قيمتها. فان شاء الله الفتره اللي جايه بقى او السنين بقى طول عمرنا ان شاء الله نمشي على اسس كده وعلى حاجات جميله وعلى حاجات حلوه وبشكل حلو كده. اتمنى ان فريقي يكسب واشجع فريقي وافضل جنب فريقي وما سيبوش لحظه وكل ده كله، بس ماليش دعوه بغيري، ما هنش غيري، ما شتمش غيري، ما تطاولش على غيري. لا ماليش دعوه. كل واحد يخليه في نفسه وفرقته كده ونملى المدرجات تاني. زي ما بقول لكم المنظر بتاع جوزيه ده والله العظيم وحشنا الجمهور ده، وحشنا الجماهير دي ترجع تملى الاستادات تاني وترجع المنافسه كده تاني يعني مش عارف اقول لكم ايه. يعني انا شخصيا واحد من الناس الواحد بيتابع الكره الاوروبيه، لكن اتضح ان كورتنا برضو ليها طعم تاني. يعني برغم كل ده وزي ما بقول لكم كنا بنقعد يا عم ارحمونا بالكره بتاعتنا دي، اتفرجوا بالليل على مش عارف مين ومين هيلعبوا، ماشي اوكي، بس طلع ان كورتنا برضو ليها مذاق مختلف والله العظيم. يعني يا رب ان شاء الله ترجع على خير، ويا رب ان شاء الله يكون جمهورنا عند حسن الظن باذن الله. وانا ثقتي كبيره مش في جماهير الاهلي بس، انا ثقتي كبيره في كل جماهير مصر. ان شاء الله باذن الله هترجعوا للملاعب وترجعوا للاستادات وترجعوا تملوا كل استادات مصر كده وبروح حلوه وبشكل جميل، وتدوا صوره كده فعلا. لان الحقيقه اللي انا عايز اكد عليها للجماهير كلها، لا انتوا بلطجيه ولا انتوا اسف اللفظ صيع ولا انتوا الكلام ده كله. هي النظره كانت وحشه لان محدش كان بيسمع، ومحدش عايز يقعد مع الشباب ده يتكلم معاه ولا يحاوره ولا يخاطبه ولا يحاول يقرب منه. لا الكل كان يعني ايه بيعاملهم معامله. انا شايف انا بتكلم عن الكل، باكد تاني عن الكل، مش على مجموعه ومجموعه، لا بتكلم عن الكل. الشباب الصغير ده لو احنا قربنا ونتكلم وده غلط وده صح ونعمل كذا، لا بلاش دي تزعل، دي حلوه دي وحشه، كانت الامور عمرها ما وصلت لكده. لكن هو للاسف الشديد انت سايب الدنيا كلها سايبه، وهو مش عارف يروح فين. ما هو شاب صغير في حماس وفي زي ما بيقولوا طيش الشباب ده، فكان عايز بس حد يقول له لا يمين تعالى سنه شمال، لا بلاش دي اعمل كده. كنا نتمنى ده، لكن ان شاء الله نعمله الفتره اللي جايه كلنا، ما فيش حد يبعد نفسه. مسؤولين اهلا وسهلا، ادارات انديه اهلا وسهلا برضو، الناس اللي على مستوى المجتمع المصري كله المحبوبين، امثال مثلا يعني الدكتور عمرو خالد، راجل ليه صولات وجولات مع الشباب وكده، ويقعد مع الناس ويوعيها ويفهمها. ده كلام، دي حاجات يا جماعه جميله جدا جدا، وان شاء الله تحصل يعني. والفتره اللي جايه انا عندي ثقه في الله عز وجل، ثم ان شاء الله في شبابنا دول انه هيبقوا حاجه كويسه قوي قوي ان شاء الله باذن الله. جمعيه قدامى الرياضيين احتفت بالكابتن الخطيب امبارح، وكان مجموعه كبيره منهم سياده اللواء رئيس اتحاد الكره السابق حرب الدهشوري، واللواء ابراهيم فاروق، كابتن ابو رجيله، راجل المحترم قوي، راجل محترم قوي، الراجل اللي هو الموضوع ده شارك فيه، وكان معاه الدكتور طه اسماعيل، وكان معاه مجموعه كبيره جدا، والكابتن محمود سعد وكابتن ربيع ياسين، كابتن جمال عبد الحميد وكابتن خواجه وكابتن طلعت يوسف، كابتن فتحي مبروك، كابتن شوبير، كابتن اكرامي، كابتن عامر، كابتن وكابتن محمد الجرجاوي، والاستاذ محمد حميده، والاستاذ تيسير الهواري، مجموعه كبيره جدا. وفي مجموعه تانية كتير قوي كانت، بس دول اللي حضروا امبارح القعده مع الكابتن بيبو بعد عودته. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب ويكتب له الخير والسلامه. كابتن بيبو قال يعني لما قعدوا في لقاء، يمكن احنا زعنا تقرير موسع امبارح كبير قوي عن هذه الاحتفاليه والتكريم، وشفنا الكلام بتاع كابتن بيبو. قال ان انا عشت لحظات عصيبه جدا، واكيد طبعا، لكن ان شاء الله تبقى في ميزان حسناتك، ودي فكره طيبه جدا. ويا رب ان شاء الله دايما كده هذه الجمعيه تهتم تبقى حاجه كويسه، حاجه على الطريق اللي اكيد كابتن خطيب في ناس كتير جدا بقاله سنين اكيد ما شافهاش، اكيد يعني في ناس، وده شيء كويس، والتعارف والناس تبتدي ترجع تشوف بعضها تاني وتسال على بعض. مش لازم مثلا يقابلوا بعض في فرح، يقابلوا بعض في عزا، لا تبقى العمليه فيها ود ومحبه وده شيء طيب جدا. تعالوا نشوف اخبار الاهلي من مواقع الانترنت،
تعليقات الجهاز الفني للأهلي على مباراة أمس. موقع الرسمي للأهلي: الأهلي يتأهل لدور ال16 بدوري الأبطال بثلاثية في البن الأثيوبي. يلا كورة: أهلي الشوط الثاني يثأر من البن ويتأهل لدور ال16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. موقع رسمي للأهلي: عبد الحفيظ: النتيجة طيبة والأحداث الأخيرة أثرت على اللاعبين. ANA وكالة الأخبار العربية: ارتياح في الأهلي بعد التأهل لدور ال16 في دوري أبطال إفريقيا. بيدرو بارني يؤكد: حققنا المطلوب. موقع رسمي للأهلي: بركات: غياب الجماهير أثر على الأداء ولم نعتد على صمت المدرجات. موقع رسمي للأهلي: الأهلي راحة 3 أيام. الوفد الإلكترونية: تدريبات علاجية لرباعي الأهلي. رياضة نت: الأهلي يرفض انضمام جمعة للمنتخب. موقع رسمي للأهلي: لاعبو الأهلي يهنئون جوزيه بعيد ميلاده. الموقع الرسمي للأهلي: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة. أهلي سبورت: ألتراس أهلاوي تفض اعتصامها بعد مكالمة وزير العدل لأهالي الشهداء. بيدرو قال ان تحقق المطلوب. بركات بيقول ان غياب الجمهور مؤثر جدا، وده شيء اكيد. فرق كبيره اللي هي الفرق الجماهيريه لما ما بيكونش فيه جمهور يلعب ازاي؟ صعب يعني، عكس الفرق اللي هي اصلا ما عندهاش جمهور. يعني مثلا زي امبي لما يلعب بدون جمهور مش فارقه، يعني مش فارقه. لكن لما يلعب اهلي وزمالك من غير جمهور صعبه جدا كمان. التراس اهلاوي زي ما قلت لكم فضوا الاعتصام خلاص. والسيد عادل عبد الحميد وزير العدل طالبهم بعقد الجلسه خلال الايام المقبله من اجل اقناعهم بان القضيه تسير في الاتجاه الصحيح. اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي تقرر تأجيله ليوم الأربعاء بدل اليوم الاثنين نظرا لظروف خاصة، وسوف يناقش المجلس في اجتماعه القادم عددا من الموضوعات الهامة يأتي على رأسها آخر التطورات فيما يتعلق بإنشاء فرع الشيخ زايد، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي. دي أخبار الأهلي. بعد الفصل الإعلاني نتواصل إن شاء الله مع المزيد.